اسرار كاليستينكس وخبايا وحركات كده وكده، بس هو كده مش بيغش. انا حتى كاليستينكس سكول دي جت قدامي بالصدفه. شات قبل الحذف. اللي عايز بري ورك اوت زي ده هيخش على الويب سايت بتاع ايفولف ويكتب كود سكيني 10. لو قلنا الفشل التقني انك هتعمل نص عداد فممكن تقلل البروجريشن وتعمل 1 ليج ايزي رو جامد. الشخصيه الثانيه هي يا اسطى شخصيه واحده. هي واحده؟ اه يا عمر هتوبه. انا على فكره كتبت لك قبل كده ان انت حقيقي. اخويا فاكر؟ بس يا جدعان الفرق بيني وبين اخويا عمر توبه فرق حجمه، بس هو لابس تيشيرت اوفر سايز فمش باين قوي. ما انت اصلا ما طلعتش طويل قوي زي الفيديوهات. اما تقولوا يا جدعان ان انتوا توضح احمد يجيب حاجات. صاحبك طلب الكاميرامان طلب طب اقفل بقى، اقفل هنا. انت ايه يا صاحبي بتربي قطط؟ لا خدت بري ورك اوت قبل كده؟ ما جربت في بلاش اقول اسم البراند. جربت قبل كده بس ما بيجيش. قول يا عم عادي. ماكس مصر بلاك ميرور. مش عايز تاخد بري النهارده؟ نجرب. ماشي. تاخده دراي كده ولا بتاخده في شيكر؟ لا خليه دراي عشان ما يسيبش الطعم بقى. ولا ده طعم ايه؟ جرين ساور ابل. اللي عايز بري ورك اوت زي ده هيخش على الويب سايت بتاع ايفولف ويكتب كود سكيني 10 وهياخد خصم 10%. والشيبنج ببلاش، يعني التوصيل ببلاش وخصم 10%. خد بقى انت دراي، انا ما باخدش دراي بصراحه. عايز بري؟ قول الكود، قول الكود بتاعي. سكيني 10 فول. خد يا عم سكوب يا عم. الله يبارك فيك. خد بقى اعمل لك ايه طيب؟ انا بسال ينفع لو اتمرن؟ تعالى قول الكود هتاخد سكوب انت كمان. تعالى قول في المايك. استنى اي حد عايز يشتري حاجه من ايفولف يستخدم كود سكيني 10 هيعمل خصم رايق جدا عشان بس اخد سكوب بري ورك اوت دلوقتي. سكيني 10 دلوقتي احلى ديسكاونت 10%، صح؟ ده يبين لك ان انت ممكن تشتري الناس بالكود بتاعك عادي جدا. بس اخوات انا بهزر. خد اللي انت عايزه. كانش عندي سبونسر وكنت بشتري الحاجات بمبالغ. كنت بدي العيال دي والواد اللي بيصور ده بس بينكروا الجميل زي القطه اللي كانت لسه ماشيه حالها. انا منشن على ميفن يا جدعان. ميفن الخطوه الجايه لو بتشوفوا الفيديو ده اعمل له سبونسر شيب. او ريكسونا مثلا عادي. انا ريكسونا يعني كنت بحاول اعمل معاهم حاجه بس فشلت. او ما فشلتش يعني ما وصلناش لحل يعني. ريكسونا لو بتشوف الفيديو ده اكيد هم الخسرانين عامه يعني. ده عايز يقول الكود بتاعه وعايز يقول الشركه بتاعته فعادي قول يا عم. بقول لك على حاجه، كنت عايز اقول حاجه عشان تعرفوا الروح الرياضيه. قول يا عم الكود بتاعك وقول الشركه بتاعتك. لا انا ما كنتش عايز اقول كده اصلا يا عم قول يا عم. كنت عايز اقول ايه، بيقول لك مره ليفل عاملين ايه بري ورك اوت وكرياتين وكريم اوف رايس تمام، ايه كود شفيق كله كابيتال ومسوا عليه، وده ايفولف كرياتين وجامز وودي اي حاجه سكيني 10. شكرا. كل اللي هو قاله ده احط عليه تيت اول ما يقول ايفولف ابينها عادي جدا. اخد نص سكوب بقى عشان عيش براحتك. ما تخلصوا بس بحطوا العلبه هنا توب. هنتمرن فرونت امتى؟ احنا معانا كينج اوف ستاتكس، يعني انت المفروض تتمرن كل حاجه النهارده. بلانش بس. لسه بيقول لي بلانش بس. بيقول لي مصفت تراي. انا بلعب الاثنين يا اسطى بصراحه. بتكرر اول فتره دي اللي هو ازاي تتعلم كاليستانكس او تتعلم من ناحيه اللي هو ازاي تبقى تعلم ناس تبقى مدرب يعني، او تزود معلوماتك قوي اللي هو تبقى فاهم قوي في اللعب. انت عملتها ازاي؟ انا عملتها بطريقه غريبه جدا. عاوزك تقول انت الاول. انا كنت بقعد اجرب زمان وكنت بقعد ادور بطريقه عشوائيه جدا، يعني ما كانش في مثلا ترتيب للتعلم. يعني انت مثلا المفروض لو عايز تتعلم اي حاجه في الدنيا هتتعلم ايه؟ اساسيات بتاعتها. ايوه. انا لا، كانت الموضوع ده عشوائي جدا، بتعلم حاجه من هنا على حاجه من هنا على حاجه من هنا. في بقى اكونت اسمه، ممكن اول حاجه في اكونت اسمه كاليستينكس سكول. عارف بتاع ولد اسمه ارتم. عارف ارتم ده روسي. ده جامد. انا لحد دلوقتي منزل كتاب جامد قوي ارتم. كان منزل كتاب جامد ارتم. ممكن اقول بقى حاجه؟ ممكن اقول انا كنت بتعلم ازاي؟ كنت بتعلم في الناس واقعد امرنهم دايناميك ويتصابوا. الحمد لله يا جماعه واحد منهم دلوقتي بقى تشامب اسمه فارس، بس هو اتصاب برضه.
هو انت اتعلمت ازاي بقى؟ نفس الطريقه دي على فكره. في الاول كان في جورنيشن بيعملوا بودكاستات مع اللعيبه، كان في بتاع حوالي 70 بودكاست. فكنت في تانية ثانوي بقى ففاضي خالص، سمعت ال 70 بودكاست كلهم. بتذاكر كنت البودكاست. فاضي كنت فاضي فشخ. فهم ده بلك المعلومات اللي عندي كان من في اول سنتين كان من ده بالذات. وبرضه اللي هو انا ادور بشكل عشوائي. سمعت كاليستنكس سكول، سمعت اللي هو فيتنس اف اي كيو، مش عارف واحد قديم قوي بس معظم اللي هو بينزله عن البيزكس وكده، ما دخلش قوي في السكيلز. انا بالنسبه لي بصراحه ارتم وكاليستنكس سكول ده كان حاجه ده جامده كان جامد. في اللي هو باركاجي ده واحد امريكي كده بس برضه بقى له سنتين مبطل. وارتم لحد دلوقتي على فكره بينزل كنت ما عدتش بشوفه الصراحه. بعدين بقى عشان تطور معلوماتك قوي لازم بقى انا شايف ان احسن طريقه عشان تطور معلوماتك اعلى من كده اللي هي الحاجات العشوائيه دي. خلاص انت بقيت فاهم كويس انك تشوف حد قديم قوي تبقى معاه تتعلم منه. انا بشوف ان انت برضو تتكلم مع ناس كتير وتتعامل مع ناس كتير. حاجه ما ده جزء من انك تتكلم مع ناس كتير بتلعب، فتاخد من خبرتهم وتجرب على الناس برضو. دي حاجه بس هي عشان تعلى اكتر من كده لازم تتعلم من حد، يعني لازم تكون في حد معين وتاخد منه الطريقه بقى وتبدا تضيف عليها اللي انت. بس انا وقت ما بدات اتعلمت اصلا الحاجات دي ما كانش فيه حد بيعلم. يعني انا حتى كاليستنكس سكول دي جت قدامي بالصدفه. يعني ما كنتش انا مش عارف المفروض اكتب ايه في يوتيوب مثلا عشان اتعلم ايوه. فده مثلا جه قدامي بالصدفه، لقيته بقى عمال يشرح ويعلم على العضلات، والعضله دي تلون احمر ايه دول اصلا ودول مين ويعني ايه بلانش بتشغل الكتف وانا مش فاهم حاجه اصلا. فاهم حاجه بس اتعلمت من هنا يعني. في واحد بيقول لما بتمرن بيصير ألم في راسي وألم في العين. بص هو ممكن ده يكون ليه كذا سبب. اولهم من نقص الاملاح. لو انت عندك نقص املاح فده هيسبب لك الصداع عموما. ممكن عندك شد في الرقبه مش بتسخنها كويس، عموما عندك شد بسبب الفرونت والبلانش والحاجات دي كلها. معظمنا عندنا شد لو ما بنلعبهاش موبيليتي، فده ممكن يعمل صداع يكمل للعين برضو. ممكن سبب تاني ان اللي ممكن يسبب صداع في التمرين. صداع؟ لو اللي عندك نقص في الاملاح، ما دي قلناها. الالكترولايتس. ايوه. لو الالكترولايتس في جسمك قليله، ولو مش نايم كويس، ايوه، ولو بتبذل مجهود زياده قوي، ريبيتيشنز كتيره قوي. الفتيج اللي بيحصل بسرعه بسبب الريبيتيشنز الكتير ورا بعض ده بيسبب هبوط في ضغط الدم، ولانك بتفقد املاح برضو كتير. أيوة. مره واحده وجسمك كله بيبقى مش عارف يودي دم فين ولا يشغل ايه ولا يروح فين. الموضوع كله ليه علاقه يعني لو انت شخص طبيعي فهو املاح. ممكن يكون عندك مشكله لو انت بتقول عينك، فممكن عندك ارتفاع في ضغط العين مثلا، بس دي مش انا اللي هقول لك على انت تشوف دكتور لو ده بره التمرين يعني. مش ناوي تسخن ولا ايه؟ التسخين مش بياخد وقت يعني دقيقتين ولا حاجه. انت بتسخن دقيقتين؟ لا، ما جزء من التسخين هو التمرين نفسه، يعني مثلا خش انت نص مثلا ساعة. فول بلانش ولا حاجه تسخين، فاهم؟ ما هو انت شوف جسمي انا عامل بستيرير بيرفكت تلت وكل حاجه اكن بلانش وانا واقف. طب انا سايب نفسي فكده اعمل بلانش. محمد سعد بيمشي كده. محمد سعد عامل هولو بادي وعامل سباينيشن لدراعه وشادد الجلوتس وبيمشي كده. هو عامل بلانش، هو واقف عامل بلانش. انا بقى اصلا عندي موضوع ان انا اعمل بروتراكشن كده وابعد الاسكابل عن بعض، يعني وانا واقف اصلا بعاني فيها. في ناس بقى بتبقى واقفه وعامل كده بس. هي دي اكتر حاجه ساعدتني كجينيا يعني في ان انا ابقى كويس في البلانش، ان كتفي اوريدي اصلا قريب للبروتراكشن في الوضع الطبيعي، فانا بس بعمل كده فببقى خلاص بيرفكت في البلانش. انا العكس، بس شغاله معاك في الفرونت. واحد بيقول لي التمرين الصبح بالليل، الصبح ولا بالليل افضل؟ انا بالنسبه لي قعدت فتره كبيره بتمرن بالليل الساعه 8 كده. بعد كده اما شفت حصل طبعا لخبطه والتمرين باظ وبتاع، بس اكتشفت مع الوقت ان التمرين الصبح احسن بكتير، بس مش الصبح اول ما تصحى. ممكن يعني في افضل فترات، او لو هنقول افضل تمرينات في حياتي على مدار ال5 سنين كانوا في الوقت اللي احنا فيه ده، وقت من بعد العصر للمغرب او لحد العشاء مثلا. اوقات بقى بيكون لو انت مش فاضي فاتمرن في الوقت اللي انت فاضي فيه عادي يعني. ايوه، انت لو ما عندكش وقت ما تفكرش بقى بالليل ولا الصبح وانا واكل ولا مش واكل ولا الحاجات دي، اتمرن وخلاص يا معلم. خلي حامد يجرب 360، اخليه يجرب بار جينر يا جدعان النهارده، اعلمها له. ماشي. ايه اكتر حاجه نفسك تحققها؟ مش عارف، حاسس ان انا احب ان انا اعمل عيله ويبقى عندي اطفال والكلام ده وبيت هادي وكده. صح، هو ده بالظبط.
انت كمان؟ بالظبط. كنت لسه هسألك عامة نفس الحاجة. وكشغل بقى وكده الحمد لله انا بحط خطط وماشي في الخطط دي، والحمد لله ربنا بيسهل لي وربنا بيكرمني، وانا بجتهد على نفسي وبتعب فيها وواحده واحده بتيجي. فما عنديش حاجه نفسي احققها كشغل او كتايتل او كبطوله او كده. الحاجات دي بحس ان هي بسيبها على ربنا. لكن حاجه بقى بجد نفسي فيها ان هو موضوع ان يبقى عندي عيله وكده. الشريمب بصراحه من الحركات الريسكي، عشان انت بتبقى شايف البار خالص، انت بترمي كده وبترمي ايدك فوق دماغك، مسكت ما مسكتش. بس انت بحس ان هو انت هتنزل فيها على رجلك عادي، انما مثلا في الجينجر انت ممكن تنزل على انت كاصابه كاصابه وخوف من الحركه. لا هي ما فيهاش خوف، ما انا بحس يعني ما فيهاش ريسك ان انت تقع، هي ريسك ان انت مش ريسك ان انت تقع تتعور، ريسك ان انت ما تمسكهاش. ايوه ما معظم اللي بيقعوا في البطولات كمستوى متوسط بيقعوا في دي. هي الشريمب بصراحه، فلو انا بحكم في بطوله يا جدعان حد بيعمل شريمب هديله درجه حلوه، عشان حركه عليها ريسك بصراحه. يعني لو هي او 540 شريمب، مع ان هي كتكنيك اسهل بكتير بس ريسك، فهدي درجات اعلى. اي حد بشوفه بيجرب شريمب ببقى خايف، حتى والله لو مستوى عالي ببقى خايف ان هو يقع. بحس ان هو انت ازاي تمسك كده وانت مش شايف البار. شات قبل الحذف. حامد بيعمل سوينج، اسيب؟ لا اوعى تعمل اي حاجه. عندي شد في الباي هنا مش عارف من ايه. عمري ما كان بيجي لي الحاجات دي. انا خلاص لقيت العذر بتاعي ان ما اتعلمش فري ستايل النهارده التراكشن. خلاص بس يا جدعان انا مش لاعب دايناميك النهارده. اساسي الموضوع مخيف فشخ. انا ببقى ماسك كده البار، ايدي مش عاوزه تسيب، ايدي مخشبه في البار خلاص. فربنا يكون في عون بتوع الدايناميك. حلوه تبقى مدير فشخ. انزل نازله بص كده. انت شايف انهي الاسهل؟ ان احنا نتعلم الفري ستايل ولا اللانش؟ انهي الاسهل؟ اسهل لو عندك قلب فري ستايل اسهل بكتير فشخ، اسهل بكتير فشخ، ما بياخدش وقت، بس محتاج ان انت يكون عندك قلب، ومحتاج ان انت يكون عندك مخ، ومحتاج ان انت طبعا يعني مش قصدي حاجه، بس انت بتتمرن في البيت، فانت امتى هتعمل ده اصلا؟ وامتى هتكسر حاجز خوف؟ وامتى هيكون صعب قوي عليك. لو بتتمرن في البيت هيكون صعب قوي عليك. هتيجي تطلع سيشن كل فين وفين، كل شهر مثلا، بصراحه مش هتفيدك في اي حاجه فري ستايل، مش تلحق تكسر خوفك ومش تلحق تتعلم حاجه من فين. فالاستاتكس اصعب بكتير، تكنيك ولود على العضلات. الفكره انها بتحتاج يعني اقل حركه عشان تبدا تدخل اللي هو انت لاعب بقى وكده. تحتاج سنه مثلا فول بلانش عشان او هنقول استرادل بلانش مثلا. فالاسترادل بلانش مثلا في الصعوبه يقارن ب 360 صح؟ ما بحبش اقارن حركه استاتيك بحركه دايناميك كدرجات، يعني لو قلنا درجات ممكن. فهو انت ممكن تتعلم ال 360. بحس في ناس بتجيبها في ماكسيمم شهر مثلا صح؟ والله ممكن. لو هو عنده الحاجات اللي هي ممكن الناس تتعلم في سيشن زي ما قلت لك، لو قلبك جامد. لو عنده الحاجات دي، قلبك جامد خلاص. فهو اللي هيبقى الاستاتيك بياخد وقت اكتر، بس ده وجه المقارنه من ناحيه الصعوبه. والدايناميك صعب تتعلمه لوحدك. الاستاتيك سهل تتعلمه لوحدك. يعني اسهل تشوف كده مثلا واحد ده عامل انجيجمنت الكور، ده عامل بروتراكشن، ده عامل مش عارف ايه. ده الموضوع برضه فيه تفاصيل كتير، بس اسهل من ان انا اشوف حركه دايناميك وهو ايه ده بيعمل ايه وبيلف مش فاهم حاجه، فاهم؟ ايوه. ولا انت ايه رايك؟ نفس الحاجه. بصوا يا جدعان هو كده بيسخن ازاي؟ طيب يعني ايه؟ اللي انا بعمله دلوقتي، كان في واحد بيسال بتكتب بروجرام لنفسك ولا بتدخل على التمرين كده على طول؟ هو في النص، انا في منطقه في النص، اللي هو بسخن، بعد التسخين بشوف انا جسمي عاوز يعمل ايه وبس، وعلى حسب المود بتاعي، على حسب ممكن مثلا اشوف فيديو حد بيعمل حركه معينه فجسمي لوحده يبقى سخن لان هو يعمل الحركه دي. فدي طريقه تمريني عموما دلوقتي، ومش اي حد يعمل كده برضه. تلاقي بقى لاعب الكاليستينكس واقف قبل ما يخش بيعمل كده، انا هعمل كده، تبص عليه من بعيد تقول ده مجنون او عبيط او حاجه، بس علميا الموضوع ده مهم يعني. وهي على فكره حاجه ليها اسم، دي حاجه اسمها سكيتزوريبس.
دي بتبقى أول مرة زي اسمع الاسم ده. انا بقول على أول مرة؟ فيجواليزيشن مثلا، بتخيل الحركه انا. فيجواليزيشن، ده غالبا بيبقى في الدماغ ايوه. بس ما بيبقاش حركي. طب قول اللي انت. دي اسمها سكيتسوريبس. سكيتسوريبس دي بتبقى ايه؟ ان انت حرفيا وانت ما بتعملش اي لود على اي عضلات، ولكنك بتعمل الحركه. بتعمل كانك بتتخيل بتعمل فيجواليزيشن أيوة. وحركه في نفس الوقت. ايوه بس حركه ما عليهاش اي لود. ممكن تعملها ببند خفيف قوي زي ما الناس بتسخن، او تعمل زي ما انت واقف كده. طيب دي بتعمل ايه بقى؟ السكيتسوريبس دي بتجند ماسل فايبرز اكتر انها تشتغل في الحركه. وده فعلا موضوع علمي. انا كنت مفكر الموضوع ده هبل وبتاع، بس قعدت اعمل سيرش لقيت معظم اللعيبه كلها بتعمل نفس الحاجه. ولما كنت بقرا عن الفيجواليزيشن بيبقى في الدماغ بس، هو ملوش علاقه بالواقع. يعني هو بيبقى هنا، انا بقعد اتخيل نفسي وانا بعمل حاجه، بفيجوالايز كل الكومبو بتاعي، لكن مش بعمل كده ومش بعمل كده. فدي حاجه ودي حاجه. ليبي يا جدعان عيد ميلاده النهارده، اكتبوا له بالله عليكم كل سنه وانت طيب في الكومنتات. حاسس بيها ليبي؟ انت عندك كام سنه دلوقتي؟ هتاخد بالك. صح، ده هتاخد بالك. ليبي عنده 30 سنه يا جماعه. والله العظيم عندي 21 سنه. انا بقى لازم افيجوالايز مع اللي انا مع السكيتسوريبس دي. مع الاغنيه اللي انا هعمل عليها. بجد؟ لازم بيها. ايزي روح جامد. شد كمل. اقول لك بقى على جامد. جامد. بقى لي زمن ما عملتش كومبو. انت عارف الناس بتغش في لا الكومبو جامد، الساد حلو. الناس بتغش في الساد ده كده بقى معاك 2 سم كمان قريب من البار. اي والله. وفي بيلبسوا بقى اللي هو الكبير والتاني 3 مرات وكده. بتلقط الحاجات دي ازاي؟ لا هو اصلا في التريكات دي موجوده، في اللي هو بيعمل بطنه كده فيقوم عامل ينفخها سنه. ينفخها فيبقى قريب من البار. يعني انت معاك 2 سم دول ممكن تجيبهم بالغش عادي. جرب كده تاني بدول. بجد هتفرق؟ والله بتفرق فعلا. يعني انت مثلا ممكن تحط، شوف هنا بتزود دول كمان. وفي ناس بقى بدل ما تعمل كده بتقوم عامله ايه؟ بتقوم عامله كده. فشوف بقى عامل ازاي بقى يعني بقيت انت عامل اصلا اكنها فيكتوريا. ايوه اكنها اللي هي الفيكتوريا ده عاملها كده ومش بتبان الناس ايه. في ناس بقى لا، في ناس بشوفها في ناس بتبينها كده. ليفان بيعملها كده. في بقى اللي هو انت بتعملها كده مش بتبان خالص، انت بتبقى ده سات عادي خالص اهو. بس شوف الفرق بين دي، بين ان انا عامل كده وان انا بس عامل كده. حاسس ان انت بتفشي سر دلوقتي. اللي انت عاملها دي تحسها قريبه من صعوبه النو فولس. لان انت اصلا ريستك هنا كده، فانت لو عملت كده شوف معاك 5 سم كمان ولا حاجه. ريستي ساقط. هو مش ساقط، هو انا بعملها كده. انت عارف انا بزق. عارف الفيكتوريان كروس؟ ايوه. انا بزق بنفس التكنيك بتاعها. لان احنا زمان جبلي كان بيشوف التمارين بتاعت الجمباز دي، كنا بنقعد نجربها وخلاص. ايوه. فكنت بجرب فيكتوريان كروس، بحط ايدي جوه الرنج على الاخر كده واعمل كده. فانا عندي نفس، يعني دماغي مترجمه على نفس التكنيك ان انا هزق كده. في حاجه بقى كمان في السات، هو انا معيش سات يا جماعه، بس بقى يعني معاك سات يا عم؟ بيحور يا جدعان. لا معيش سات خالص. اتصبت اصلا وانا بجرب سات وهي مش على قد. بس في اللي هو بتقوم عامل الحركه دي بتعمل معايا كمان، بتقوم ساحب لفوق كده، تشد الترابيس معاك في الحركه. يعني هو المفروض اصلا الفرونت بتعمل ريتراكشن وتنزل لتحت. في ناس بقى بتقوم عامله كده فبتقلل المدى الحركه. فعارفين نفس اللي انت عملتها دي ممكن تبقى سات عادي خالص، بس لو عملت كده بقى شوف هنا البار بقى كده، البار دراعي قرب من الوسط. اعمل محاوله تاني يعني؟ جربها كده. انا اكيد مش هدخل، بس جرب كده لو تقوم شادد لورا. هحاول. خش انت كومبو الاول. اسرار كاليستينكس وخبايا وحركات كده وكده. الحاجات دي غش. في حاجات تانية غش برضه. في واحد سائل ازاي تغش في البلانش بوش اب. انا بعملها دي، بعرف اعملها. هي البلانش بوش اب اكتر حركه ممكن تعمل فيها غش بطرق مختلفه كتير قوي. انا بعرف اغش فيها وما بيبانش على فكره. ممكن اعمل فول بلانش بوش ابس دلوقتي 10، بس مش هثبت بعدها. لا هي في كده، في الطريقه، في طرق كتير قوي للغش فيها. في طرق فاليد، يعني هي حركه صح. هو الغش اصلا فيها جزء من الحركه، بس مش هجاوب على السؤال، انا هبينها وانتوا قولوا انا بعمل ايه فيها عشان اخليها بالسهوله دي. هو السؤال بالظبط كان ازاي تخلي البلانش بوش اب سلسه، فانا هعملها بسلاسه وانتوا قولوا ايه اللي انا بعمله. تخش دلوقتي؟ هجرب. يلا.
بصوا يا جدعان، خدوا الحته دي واعملوا عليها ايديتس. ان شاء الله. بس هو كده مش بيغش. هو لو بيغش فانا مش واخد بالي عامه. ايه ده يا معلم؟ ما شاء الله. ايوه. وانت غشيت؟ نوعا ما في العده الثالثه بالتحديد. عيدوا بقى العده الثالثه وشوفوا انا كنت بعمل فيها ايه. انا حاسك زي وقفت سنه كده وخدت مومنتم مره واحده رحت زي بيها. بالظبط. هو انت جاوبت على السؤال. تعمل ستريتشنج للليجمنت عشان يديلك باور تاني. صح بالظبط. هي كانت باينه فعلا في العده الثالثه، بس هي عايزه تركيز قوي. ايوه. جاوبت لكم على السؤال. اكتبوا في الكومنت انتوا فاهمين ايه. لو صح ولا غلط. فهخشها عشان الدبل بتعمل معايا حكايه يا جدعان. الدبل بتيجي في البطولات وتعوق، فانا مش فاهم ده ايه. كنت بحاول اظبط التكنيك بتاعها الفتره اللي فاتت، فاشوف. جامد. عاش فشخ جامد. انت مش عامل كده، انت عامل كده. ايوه. ايدك تحت كده. يا جدعان سافر بقى، سافر بعيد. انا بلعب استاتيك بس الديناميك روش فشخ الصراحه. اجمل بكتير من الاستاتيك. شكله احلى. اي وش ان انا كنت بلعب دايناميك بس اكيد امتع. اي وش يعني بس الدبل كانت حلوه يوما ما كانت جامده. من وجهه نظر انا ما اعرفش كتكنيكال يعني ولا، بس انا الشكل عجبني الصراحه. الكومبو كان جامد. ما هي فكره الدينامكس سهل ان انت تقيم مين احسن بسبب الشكل. بالفلو انا بحب عموما الستايل اللي الحركات كلها ورا بعضها بعنف كده. انا برضو بحب كده، ما بحبش اريح كتير على البار او افصل كذا حركه ورا بعض. بحب ادب لو 3 حركات او 4 ورا بعض بيبقى احلى. عموما اكتر حركتين دايناميك ورا بعض بحبهم اللي هي الاليوب ويمسك ومعمل جينجر على طول بعد الاليوب. بعد الاليوب بحسها كده بتدي سرعه جامده قوي في الحركه. اللي شكلها بيبقى حلو قوي ورا بعض وتحس ان الاثنين اصلا نفس الحركه. 45 في الجينجر على طول. 540 لو اللفتين زي بعض. اي حاجه في جينجر بتبقى شكلها جامد اصلا. الجينجر حركه روش. عشان عندي بتريح في الكومبوات كتير قوي. بقالي كتير قوي ما عملتش كومبوات. عايز ارجع اشتغل على الكومبو تاني. واحد بيقول ان هو ماشي على 1500 سعره وهو وزنه تقيل قوي وما بيخسش. ما هي اكيد بتعمل حاجه غلط. اكيد بتيجي اخر اليوم مثلا تفتح الثلاجه وتاكل بسبوسه مثلا. هو ده مفيش ليه حل غير ان هو بيخنصر. انت ينفع ادي رايي؟ اتفضل. او لا اما ما بيشربش ميه كفايه ومليان ميه ويقعد يشرب لك بوبا وايس وايت موكا هذا بيقول لك عنده 30% دهون. 30% دهون ده خصم يا ابني مش ده خصم ده. 30% دهون ده يعني كتير بصراحه. 30% دهون عادي تلعب كاليستينكس مفيش مشكله، بس 30% دهون كتير يعني. في سؤال بقى بخصوص الموضوع ده بيقول لك الطول بيفرق ولا لا؟ عموما نتكلم في الجينات عموما. وجهه نظري بيفرق مليون في المية. مليون في المية صح. والوزن بيفرق مليون في المية صح. بص افريج او ابص كده اتفرج على متوسط لعيبه الجمباز المحترفين واللي بيلعبوا في الاولمبيكس هتلاقيهم كلهم اقل من 170 سم. حقيقي. بس في حل للموضوع ده، هو انك انت واحد عارف ان طولك ووزنك مش ملائمين للاحتراف، بس هما ملائمين للكاليستانكس عادي، فالعب واعرف انت اخرك فين وخليك راضي باللي جسمك بيقدر يعمله. يعني ما تقارنش نفسك بواحد باي حد. المقارنه لان المقارنه كده انت خسران فيها. يعني من الاخر ايا كان السيتويشن اللي انت فيه، طويل تخين رفيع اي حاجه، هتعمل ايه يعني؟ روح اتمرن. انت يا اما تسيب الرياضه وتشوف رياضه وتلعب سله مثلا لو انت طويل، يا اما انت عاجبك الكاليستانكس فاعرف ان ليك اخر. بس تفضلش تقول بقى السنه يلا وده في واحد اقصر مني ما بتتحسبش كده خالص. ايوه. اشتغل على نفسك يعني وخلاص. وممكن اقول لك برضو ان في لعيبه طوال ووصلوا وبتاع، بس هو الموضوع مش بس طول، يعني في جينات كتير قوي ممكن حاجات اصلا مش بتتشاف. الماسل انسيرشن وانت كنت بتعمل ايه وانت طفل، حياتك كانت عامله ازاي، الكلام ده كله بيفرق. بس يعني ما تاخدش الطول حجه
واعرف انت اخرك فين وخلاص. ما فيش حل غير كده، يا ما تسيب اللعبه بقى. أنا كنت عملت مره فيديو بتكلم فيه اللي هو انت لو واحد وزنك كبير قوي وجيناتك مش ماشيه مع اللعبه وانت حاولت تتمرن كتير، فما فيش حل غير انك تسيب اللعبه. لو هي بتجيب لك هموم وقرفاك فانت كده. هو لعبها عشان تستمتع وخلاص. هو ده حد خلاص مهموم بقى وقرفان من اللعبه ووزنه. ايوه، فانت ليه بتوجع دماغك؟ انا بصراحه بقول لك ممكن وجهه نظري تبقى مختلفه في الموضوع ده. العب اللعبه لاجل المتعه. هو لاجل المتعه طبعا، بس لو انت بقى عاوز تنافس قوي وتقارن نفسك بلعيبه عاليه، انت على فكره ممكن تنافس. يعني في مثلا بطوله ISN كانت من كام يوم، هتلاقي اختيار الباتلات بيختاروا واحد ضخم وتقيل قصاد واحد ضخم برضه وتقيل، فاهم؟ فانت قارن نفسك بناس زيك، انما ما تقارنش نفسك يعني هو مش ذنب اللاعب القصير ان هو قصير، هو كده، ده جيناته، هيعمل فيها ايه؟ فانت ما تقعدش تهيت عليه مثلا وتقول هو بيعمل كده عشان هو قصير. هو ما بيعملش كده عشان قصير، وبيتمرن بقاله 5 6 7 سنين عشان يعمل الحاجات دي. هل في فرق كبير بين التمرين لحد الفشل التقني؟ نفس السؤال ده عندي على فكره، وتلاقيهم ما دخلوا يكتبوا الاسئله عشان نرد عليه. وفي كل مجموعه يقول لك وليس الفشل العضلي. الفشل التقني ده تقريبا ان انت مثلا لو بتعمل فرونت ليفر بول ابس تاتش، انت ما بقتش التاتش، فانت التكنيك بتاعك قل. يعني لو بتدي 100% فرن انت بتدي 70%، ولا بتكلم غلط؟ هل ده الفشل التقني ولا هل ده اللي يقصده ولا لا؟ انا لو انا كنت هجاوب كنت اقول نفس الحاجه، بس انا ممكن يكون لها معنى تاني احنا مش واخدين بالنا. طيب احنا نجاوب على اللي احنا عارفينه، على اللي احنا نقوله عنه. لو تقصد الفشل التقني ان انت مثلا بتعمل عدات كتير وجيت عند الفورم بتاعك وقع مثلا عند العده ال5، ده احسن ولا ان انت تعمل لحد الفشل العضلي ان انت عضلاتك بقى مش قادره تشيل اصلا؟ انا مع الاثنين، يعني في النص الاثنين مهمين لحد نقطه معينه. يعني ممكن تعدي النص بينهم. في ايام ممكن العب فيها لده وفي ايام ممكن العب فيها لده، وعلى حسب الجول بتاعك. ما هو معلش، هو انت اصلا لو عايز توصل لعدات كتير فشخ، ما انت غصب عنك هتوصل للفشل التقني اللي انت بتقول عليه، وهتوصل للفشل العضلي عشان توصل لعدد كبير، يا اما مش تعرف. هي في تكنيكات. يعني انت مثلا لو قلنا الفشل التقني انك هتعمل نص عدات، فممكن تقلل البروجريشن وتعمل 1 ليج، تفضل تقلل تعمل ادفانس تاك وبعدين تخلص بالتاك مثلا، وخلاص وصلت للفشل التقني والفشل العضلي، ودي ليها هدف. ممكن لو انت هدف تاني مثلا انك شغال على الفورم فما توصلش للفشل التقني، او يكون اخرك الفشل التقني مع اخر عده ما تطشش فيها كده توقف المجموعه. فالاثنين شغالين عادي، الاثنين مهمين. انا هخش على البار محاوله كمان ونرجع نخش على المتوازي. قشطه. انت هتخش على المتوازي؟ تخش انت الاول؟ لا ادخل انت الاول. انت عملت اسئله جامد. الحمد لله. قطعت ولا؟ لا، لما سندت على البار انا جسمي مليان ميه، فالبار اتملى ميه فمسكت ايدي حرفيا اتشال منها ماليزيا. كنت هتزحلق شنكوحة بلازينه دلوقتي. الكابتن بتاعي قال لي ما تتمرنش عليها. مين عايز يعرف الكابتن بتاعي يا جدعان؟ مش هقول. عايز اقول لك لما اروح في حته يقول لي انت مين اللي بمرنك دلوقتي؟ استنى بس. يا توبه يا عمر، يا توبه، انا هعمل ريفيل للكابتن بتاعي دلوقتي. مين الكابتن بتاع كابتن حامد؟ هو. لا مش هو. اللي هو فاهم انت عندك معلومه؟ لا الصراحه. محمد سعد. لا برضه. طب مين يا توبه؟ كريم. عشان انا سالت اللي اعرفهم يعني ما حدش، واللي عارف ما رضاش يقول لي. قال لي مروان قال لي ما تقولش لحد. هو والله حد معروف عادي احنا عارفينه. انا سالتك انت ما قلتليش. طب ما اكيد حد انتوا عارفينه، انا مش هروح اتمرن مع حد مغمور ما حدش يعرفه يعني. توتوريال للبلانش عموما، اهم حاجه في البلانش انك تدخل صح. فاقول لك الدخله بكل بساطه، انت بتبقى قاعد كده قدام البارلت عادي، ركبتك جنب ايدك، بتمسك بعدين ترجع خطوه واحده لورا، بحيث ان يبقى مثلا بين ركبتك وايدك حوالي 20 سم. مش لازم 20 سم بالظبط، يعني هو انت كده بدات، ارجع خطوه لورا. من هنا بقى هتقعد القعده دي اللي احنا بنشوفها كده. انت رجلك لما تترفع عن الارض هتدخل في البلانش على طول، ده الهدف. يعني لو انت دخلت وعملت كده ورجلك طلعت لقدام انت كده غلط. فانت قاعد القعده دي هتدخل مثلا استراد البلانش، فبتفتح ركبتك للجنب بالشكل ده وتقوم عامل كده لفوق، فركبتك تبقى مش مفروده ولا متنيه، تعمل كده ومن هنا تدخل للحركه. الفكره فيها انك بتدخل من فوق لتحت بحيث ان الحمل يبقى على كتفك صح. عاش.
يا ابن اللعيبه ان شاء الله يا احمد ان شاء الله. حلو. الترابة بتوجعك جامد؟ بتوجعني بعد ما انزل، هو فيها التهاب كده كده يعني. طب بلاش خلاص يا جماعه، وعد مني فلوج تاني لما محمد يخف هجيبه واخليه يعمل 360 ويعمل الباردين. خلاص. خد بقى اختار سؤال من عندي ورد عليه. يا بيلي جامد السؤال ده. ده محمد فنجاوب بالعربي عادي. The secret to be motivated. الحاجات اللي بتشجعني ان يكون عندي هدف، يعني عموما عشان توصل لاي حاجه في حياتك مش التمرين بس، لازم يكون عندك هدف. فانا مؤخرا اخر شهرين ما كنتش بتمرن، ما كنتش منتظم في التمرين، لانه ما كانش في هدف معين. حسيت ان انا راضي بالمستوى والكلام ده، فعرفت ان في بطوله قريب فبحاول ان انا اجهز ليها، فده اللي مخليني ارجع اتمرن دلوقتي. فلو رجعت الفرونت بتاعي بنسبه كبيره هدخل البطوله بهدف ان انا ارجع اشد في التمرين تاني. فلو انت مش لاقي هدف دور على هدف عشان تبقى موتيفيتد يعني. فانما لو بتتمرن كده وخلاص فهتوصل لمرحله ما من مش هتكمل تمرين. هو ممكن ما يكونش قصدي على التمرين خالص. موتيفيتد ممكن يكون موتيفيتد في الحياه عموما. في الحياه ممكن. لو موتيفيشن في الحياه هو رد على التمرين، ممكن ارد على الحياه. لو انت عايز تبقى موتيفيتد في الحياه اعمل حاجه انت بتحبها. اقسم بالله ما فيش احسن بجد. صح. ما فيش حاجه تديك طاقه اكتر من ان انت تعمل حاجه انت بتحبها. فانت لو بتشتغل شغلانه انت بتحبها هتنزل كل يوم مبسوط وراضي ومرتاح، مش هتحس بتعب. لو بتتمرن تمرين انت بتحبه هتفضل تكمل فيه، لو بتعمل اي حاجه انت بتحبها هتفضل تكمل فيها. فوجهه نظري الموتيفيشن بيجي من ان انت تكون في حاله انت مرتاح فيها وفي حاله انت بتحب الحاجه اللي بتعملها دي. حيل تزيد بيها الفوليوم في التمرين. انت هتضحك على الفوليوم طب ولا ايه الحوار ده؟ يعني ايه حيل بقى؟ انت رد عليا على السؤال ده. بس انت قول لي فاهمني يعني ايه حيل اضحك؟ حيل ازود بيها الفوليوم كانك ايه؟ حيل تزود بيها البلانش وولد بتاعك. تبس اند تريكس. تبس لما تترجم الكاليستينكس بالعربي البلانش هو الخشبه المستقيمه. ما انت الرفعه الاماميه. ما انا مش فاهم. طب ازاي بقى؟ هو قصده تبس للفوليوم. في حاجات كتير ممكن تزود بيها الفوليوم زي الجي تي جي، ده احسن حاجه. طبعا انتوا عارفين الجي تي جي، اللي مش عارف الجي تي جي اكتب في التعليقات ومش هنقول له. في طريقه ثانيه اسمها كلاستر ست، مش عارف انت عارفها ولا لا؟ انا سمعت عنها، ممكن تقول وانا اقول لك انا عارفها ولا لا. الكلاستر سيت دي ان انت بتعمل ريبس قليله قوي قوي قوي. انا افترض مثلا ان انت بتعمل 5 فرونت ليفر بول ابس، هتعمل عده واحده بس لعدد مجاميع كبير جدا، مثلا 25 أيوة عده مثلا. يعني لو انت في العادي بتلعب 5 في 5 بول ابس، ف 5 في 5 بكام؟ 25. انت هتقسم 25 دول على 25 مجموعه، فتعمل في كل مجموعه عده واحده. دي اسمها كلاستر سيتس، وبتريح وقت من رقم 1 لحد رقم 25 الوقت بيقل. يعني لو كنت بتريح 3 دقايق المجموعه اللي بعدها تريح كام؟ دقيقتين و50. المجموعه اللي بعدها تريح كام؟ دقيقتين و40. دي كده حيله. دي حيله؟ دي حيله. اي خدمه. طلع هي دي الحيله وانا ما كنتش فاهم. جامد سوبي جامد. حركة مؤذية. رائع. عاوزهم عادي. بس انا اسود يعني ايه؟ يا سيفو عادي لا براحتك. قلت لك بكره ان انا جاي لك المكان عندك، هتعمل حاجه؟ هعمل. انت تعرف ان انت معايا في الفلوج دلوقتي؟ احلف بالله. اقسم بالله. قول حاجه للجمهور بتاعك. بص
بصوا يا جمهور، انتوا وحشين قوي وانا جاي بكره ان شاء الله. وخلوا بالكم من نفسكم. واقول لهم نصيحه والله بجد. بصوا يا شباب، انا جاي بكره وخلوا بالكم من نفسكم. انت بقى كابتن مراد. طب في حاجه مهمه قوي بنقولها على اليوتيوب، عايز تقولها لهم؟ طب انا الحاجات ديت ببقى كاتبها في نوت، يعني مش هعرف دلوقتي. هقول لك تقول ايه، وهقص ان انا قلت لك وانت اقول لك كانك انت قلت من دماغك، ماشي؟ طب ما انت جنب ده. قول ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. خلاص ماشي. يلا 1 2 3. وبصوا بقى يا شباب، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يا نهار اسود، يا نهار اسود. انا في الحالات اللي زي كده يا جماعه برن على ابو زيد. ابو زيد، ابو زيد انضم ودي عاش. جامد. واسعه قوي دي صح؟ ايوه واسعه اوسع من بتاعتك. جامد. اطلع. دي واسعه قوي يا ابو زيد، واسعه قوي. لا حركها. عاش. صعبه. بتسحب الاسانسير؟ ايه؟ سحبتني لجوه. شفت انت كابتن امريكا وهو ماسك الطياره كده؟ بتسحب الاسانسير ها؟ ايوه كده بالظبط. يا نهار اسود. محتاج ارمي رجلك لورا بقى. هي مش صعبه على فكره، تقدر بس تثبت. انت عارف ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ لا انا ما بحسيتش بيه. كل ده عشان عيد ميلادك يا اسطى. عملوا زلزال مخصوص. يلا جامد. ما شاء الله. البريس ده مخيف فشخ. وريني شكلها كده في مكان بالظبط، اللي هو تطلع من هنا تكون في الحركه بالظبط. انا ما بعرفش اعملها. فانت كنت محتاج انك تنط لورا كده، فاهم؟ عشان تبقى في مساحه لرجلك. امسك كده. استنى بس. لا ايدك جوه شويه. ايوه كده. وانا بزق؟ لا يعني انت نط ولا بشد؟ انت نط وحاول بس ايه انك تقربهم لبعض، اكنك بتقربهم كده لبعض. نط لورا. مش عارف انط لورا، انا حاسس ان هي يعني مش صعب انك تفهمها كده لان دخلتها معقده قوي. ايوه هي كده صح. يا نهار اسود. الاستنكس مستني الدروب. جامد قوي. عاش عبد الله عايش. عاش. بقالها ساعه هنا. كنت عايز تروح. مستحيل. السؤال الوجودي مش عارف حاجه زي كده. لحد امتى بقى؟ ما لحد امتى انا مش عارف. انا حاسس انا محتاج ارتاح. ايوه ماشي. فاهم والله مش عارف. كل مره باجي يا اسطى ارتاح بيحصل حاجه كبيره فشخ. اقول لك انت عارف انا الطلعه اللي طلعتها من اسبوعين 3 دي انا ما قلتش حتى ان انا طالع وبرجع في مشاكل وفي شغل. بس هو انا كنت محتاج فعلا ان انا تفصل. لازم ما ينفع يعني. انا ليا كل سنه، مش هقول لك ليا اسبوع بوقف، انا ليا مثلا شهر كده انا مش ببقى بتمرن اصلا. ابقى اتمرن مره كده في الاسبوع لمده شهر، اللي هو لازم اعمل كده. لو ما عملتش كده ببقى مجهد جامد. 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 دول بص خليك كده. شوف انت ماسك، انت كنت عامل نو فولس. مش ماسك ايه؟ كنت عامل نو فولس خالص. اصعب فشخ. ما برتاحش في الارشر والحاجات دي غير وانا لا تحت. محتاج عاوز تمسك الفولس فوق. جرب العب بده، ادخل تاني وجرب بس. شوف الفرق اللي ده هيعمله. هو ده ايه؟ ده ريست باند. شكله غريب يعني. ده من براند كده اسمه، وده بتاع اللي هو كروسفيت وحاجات من دي. بس ده بيعمل ايه؟ هو في البلانش شكل هو فيه شويه كومبريشن بس مش قوي. في الفرونت بقى ساعات بيقوم معمول كده، او يا اما لو واحده بس عادي. بس الفكره فيه ان هو بيساعد في الفولس اكتر. جامد. اللهم بارك. ما شاء الله.
احشر فوق. بتتحرك البارلتس بتتحرك. ده بتحرك كده. اطلع. تمام. كنت مبسوط النهارده والله يا كابتن حامد، التمرينه الحلوه دي. و انا هاخد بريك وارجع على ليفل دمار ان شاء الله. البطوله الجايه هتبقى دمار. كابتن حامد داخل البطوله الجايه يا جدعان، وزي ما قلت لكم هخليه يعمل البارجينر وال 360 بس. نكسب جمهوريه 2027 اقسم بالله يعني. انت حرفيا ناقصك داينامكس، شويه داينامكس، ومش حركات كتير على فكره. في ناس بتكسب 360 وجينجو بس يعني. خلاص انتظرونا في الجمهوريه 2027. خلاص انا هجهزه داينامكس وهو هيجهزني ستاتكس.